السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده رجعنا لكم فيديو جديد، لان كده فيديو بسيط كده هنتابع فيه الايه الزغاليل والاسوس بسرعة كده عشان برضو نطمنكم على حاجة. تمام، يلا بينا ايه نشوف بقى ايه الجديد، ايه اللي حصل عندهم. ما فيش حاجة يعني حصلت عندهم. تمام، هما ايه سلام زي ما هم لسه طبعا ايه كنت بكلفهم الكلفة قدامهم ايه الزغاليل ايه بياكلوا جوه هما ايه الدكر بياكلهم. تمام، بس تعالوا كده اوريهم لكم برضو مؤاخذة اخ اهمت هم الرجاله شايفين كده يا رب يكون شايف. بس ليه حاسس يا رجاله ان الزغلول ده تحسه مسخوط ولا هو كده بس بصراحه اول مره رب الازرق قطيفه فمش عارف بقى الزغاليل بتاعته بتبقى عامله ازاي. بس هو يعني حلو، بحسه حلو ولا مش ولا مسيف ولا اي حاجه. صلي على النبي كده واذكر الله. بصوا هيطلع دول اسود اللي هو الهزاز ده تقريبا يا ايه فين اهو، يا اما اسود يا اما احمر، بس على ما اعتقد هيبقى ايه يعني على ما اعتقد هيبقى ايه يبقى اسود. صلي على النبي كده واذكر الله. ادي الايه الازرق قطيف اهو اللي هو ابنهم، تحتهم زغلول برضو. طبعا احنا لسه الحمام ده لسه كلفه. طبعا انتوا عارفين ايه الحمام اللي بيبقى معاه زغاليل بيتكلف مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل. واللي معهوش زغاليل اللي قاعد مثلا يعني اللي قاعد على الحصى او ما تحتوش حاجه خالص بياكل مره واحده في اليوم. بس انا يعني ساعات باكل مرتين. ده الزغلول الاسترالي اهو بيكونوا شايفين اهو حلويات اهو. قول بسم الله ما شاء الله. الايه الدكر اللي هو البلدي طبعا اللي هو واقف لوحده. بص بصراحه يعني ايه بقول ما جاتش عليه فايه يعني هو الوحيد اصلا اللي مش هياكل فيهم، فبروح حاطط له كمان مره يعني. والزغاليل ايه هوريكم انا الزغاليل دي دلوقتي. يعني قلت كده برضو احط له بتاع ايه نص طاقه كده برضو ايه يمشي بطنه بيها. ايه الزغاليل اللحم اهي. طبعا كل ده طبعا لسه ايه هما هيظبطوهم عشان لسه كالف اهو. زغاليل برضو الله اكبر بسم الله ما شاء الله عليها زي الفل اهو. واحد كده يا حاجه اهو زي الفل اهو. الاصل الايه البلدي او ركع لهم برضو طبعا كده استاذ اهو. الزغلولين همت ذكر الاسترالي جاي يمسي عليكم. طبعا فاتحين لهم النهارده اهو. الذكر الهزاز والاسترالي هناك وشويه الايه الفراخ والبط بتوعنا اهو، الرومي والوز الايه الحمام بتاعنا اهو. ايه الزغاليل اهي لسه برضو ايه طبعا ده عشان ايه بنكلفهم بالليل. بس كده يعني قلنا كده الايه الفيديو يبقى خفيف كده ما فيهوش ايه ما فيهوش احداث كتير. قلنا برضو ايه نطمنكم على الحاجه برضو نشوف كده الدنيا عندهم ايه. وبس كده كنا وصلنا لنهايه الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صلى على النبي. السلام عليكم.